السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلوا مني كل جديد، وخصوصا اللي بيحبوا الاكلات السهله والسريعه. النهارده هعمل وصفه جديده ما عملتهاش قبل كده في القناه. هعمل لحمه القلب، هعملها بطريقه حلوه. لو انت ما بتحبيش القلب او مش بتاكليها، الطريقه دي هتخلي طعمها تحفه جدا وهتحبيها، ودايما هتعمليها بطريقتي. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوني بعملها ازاي. عملتها بالشكل ده. ممكن تاكليها بالعيش وممكن برضو بالرز. انا بحبها جدا بالعيش، لكن مش بحب اكلها دايما بالرز. ممكن تشربي الشوربه بتاعتها عملتها برضو بطريقه حلوه جدا. ولو مش عايزه تشربيها عادي ممكن تركنيها او ترميها. وكنت عامله برضو جنبها رز للي يحب ياكل رز، لكن انا كلتها بالعيش. اول حاجه جبت اللحمه كده وقطعتها قطع. ممكن تقطعيها قطع اصغر من كده، لكن انا حبيت اقطعها قطع كبيره شويه. لحمه القلب بالذات لازم تتغسل غسله كويسه جدا. جبت ليمونه كبيره وعصرتها كده فوقها، وطماطمايه برضو قطعتها، ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه كبيره من الملح. وبعد كده نزلت عليها بالميه، ميه عادي من الحنفيه. بحب اسيبها كده في المحلول ده حوالي ساعه تنزل كل الحاجات اللي جواها. وهتشوفي الفرق بين الميه لما حطيتيها دلوقتي وبعد ساعه هتكون عامله ازاي. بعد كده بقلبها كويس علشان المحلول يوصل لكل اللحمه. وهنا رجعت لها كده بعد ساعه. طبعا شايفين الفرق اول ما حطيت الميه ودلوقتي. كل حاجه في اللحمه نزلت في الميه، الحاجات اللي هي مش مستحبه يعني. بعد كده باخدها وبغسلها تحت الحنفيه، بغسلها كويس جدا. وبعد كده بحطها في مصفى عشان تصفي كل الميه اللي فيها. بعد كده حطيت حله على النار وبدات انزل اللحمه كلها فيها. بعد كده بفضل اشوح فيها كده لغايه ما الميه كلها تنشف. ما بحطش اي اضافات عندي غير لما الميه تنشف، ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه، علشان طعمها يبقى حلو معاكي وما تحسيش باي زفاره. فلازم الميه دي كلها تنشف. بعد كده ضفت بصله وطماطمايه وورق لوري وحبهان، وبدات برضو اشوح فيها.
وفي المرحله دي كانت ريحتها حلوه جدا. بعد كده برضو نزلت ميه وفضلت برضو مستنيه لغايه ما الميه تنشف. ولما حسيت ان الميه خلاص نشفت نزلت بقى بكوبايتين ميه كبار، وبعد كده حطيت الغطا وسبتها حوالي ساعه تستوي. ما بحطش اي ملح غير لما احس خلاص ان هي استوت. هنا بقى استوت، حطيت معلقه من الملح. وهنا الشوربه حلوه جدا اهي وصافيه وممكن تتشرب، هتبقى حلوه جدا. بعد كده بدأت بقى اطلع اللحمه كده على جنب في بوله. في ناس ممكن تحمرها كده بالطريقه دي، يعني تطلعها كده وتحمرها عادي، لكن انا هضيف اضافه بسيطه كده هتفرق معاكي جدا في الطعم وفي الريحه. بعد ما طلعت اللحمه كلها كده جبت طاسه على النار وحطيت فيها معلقه زيت كبيره، وقطعت بصل شرايح وفلفل برضو شرايح. وممكن تضيفي لو انت بتحبي الفلفل الحراق او الشطه الحراقه ممكن تضيفي حته كده صغيره. بعد كده بدات انزل بقى بقطع اللحمه، ممكن تصغريها اكتر من كده لكن انا حبيتها تكون بالحجم ده. بعد ما شوحت الفلفل والبصل وخليته يدبل بس تتبيله بسيطه كده، بدات اضيف اللحمه واشوحها مع الفلفل والبصل. وضفت بقى ليها شويه كزبره ناشفه بتدي ريحه حلوه جدا، وشويه ملح صغيرين خالص علشان البصل والفلفل ياخدوا نفس الطعم. وده الشكل النهائي بتاعي. الريحه تحفه والطعم حلو جدا. ممكن تقدميها زي ما قلت لكم بالعيش وممكن تقدميها بالرز. انا حبيت اقدمها بالعيش. وبرده الشوربه بتاعتها مش رميتها، كانت حلوه قوي وصافيه ما فيهاش اي حاجه، لكن لو مش حابه ان انت تشربيها فعادي. طعم الشوربه هيفرق معاكي لو انت غسلتيها بالطريقه اللي قلتلك عليها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا ونهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم، جربوها وقولوا له رأيكم في الكومنت. ولو بتحبوا الوصفات السهلة والسريعة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.